مساء الخير مشاهدينا الكرام. ملف دموي جديد كيضاف لسلسلة الأزمات المرتبطة بالهجرة الغير نظامية في المغرب، هذه المرة من قلب منطقة زناتة، بحيث تحولت خلافات بين مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وسكان محليين إلى مجزرة حقيقية خلفت قتلى وجرحى وأثارت رعب كبير وسط الساكنة وصفوف المواطنين. شنو وقع بالضبط وشنو هي الأسباب اللي دفعت هذه الأوضاع لهذا الانفجار الخطير، وشكون كيتحمل المسؤولية؟ حسب مصادر محلية اندلعت المواجهة أحد الأحياء الهامشية حيث كيتمركز المهاجرون الغير نظاميين في خيام وأوكار مؤقتة. الشرارة الأولى كانت خلافات بين مجموعتين كيعتقدوا بأنها خلافات قبلية سرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة تم استعمال أسلحة بيضاء وحجارة، وهو ما أسفر عن 3 قتلى و8 جرحى بينهم حالات خطيرة. شهادات السكان أكدت أن أصوات الصراخ والحجارة أيقظت المنطقة بأكملها، فيما وجد المواطنون أنفسهم محاصرين بين الخوف على سلامتهم والرغبة في حماية ممتلكاتهم. المصادر الإعلامية تحدثت عن عدة أسباب كامنة وراء هذه المجزرة، منها تطاحنات قبلية بين المهاجرين من جنسيات مختلفة وضغوط اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالعمل والإقامة الغير مستقرة. بعد ما انتشرت الفوضى دخلت قوات الدرك الملكي مدعومة بعناصر من القوات المساعدة السلطات قامت بمداهمة الأوكار والخيام المستقر فيها المهاجرون، استعمال الجرافات والشاحنات لإزالة البؤر العشوائية وتطويق الحي ومحاولة تهدئة السكان المحليين. وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية المتورطين ومعرفة تفاصيل أكثر عن خلفية الحادث. المنظمات الحقوقية دعت إلى تحقيق مستقل وشفاف، معتبرة أن مواقع جريمة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي. وفي المقابل عبر عدد من السكان عن ارتياحهم للتدخل الأمني، لكنهم شددوا على أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية. المجزرة اللي وقعت في زنات ماشي حادثة معزولة، بل تعكس هشاشة تدبير ملف المهاجرين الغير نظاميين في المغرب، خاصة في مناطق العبور نحو أوروبا. هنا كتبان بأن الدولة تتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية بسبب غياب برامج إدماج ومواكبة اجتماعية. هنا خوتي كتبقى أسئلة كثيرة: واش الدولة كتحمل جزء من المسؤولية بسبب غياب برامج إدماج ومواكبة اجتماعية؟ واش كاينين شي جهات مستفيدة من إبقاء هذه الأوضاع متوترة؟ اللي وقع خوتي في زنات ماشي مجرد حادث، بل هو جرس إنذار بضرورة مراجعة شاملة لسياسة الهجرة الغير نظامية. هنا خوتي وصلنا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء في عدد جديد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.